يحتفل العالم في الأول من أيام من كل عام بيوم العمال العالمي، عيد العمال، يوم العالمي للتضامن مع الطبقة الكادحة. وبهذه المناسبة نهنئ جميع الكادحين في أنحاء العالم، إن الطبقة العاملة هم عماد الوطن ودعامة الأساسية للنهوض بالمجتمعات نحو مجتمع ديمقراطي حر لكافة الشعوب. لذلك جاءت أول من أيار يوم عالميا تكريما لجهودهم وكدحهم في العمل المستمر دون كلل أو ملل. وفي الشمال والشرق سوريا نستقبل الأول من أيار ضمن أجواء جائحة كورونا التي سببت مزيدا من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية لجميع الكادحين، وفي الوقت الذي تمر به مناطق شمال وشرق سوريا بالنزاعات والحروب من قبل الدولة التركية واحتلال الأراضي السورية والضغط على قائد الإنسانية ريبر آبو. وبهذه الأعمال فيها المسؤول الأول عن أوضاع أغلبية الكادحين بسبب احتلال مناطقهم عفرين وقرية سبي وسريكانية. وبهذه المناسبة ندين جميع الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الفاشية التركية وممارساتها الوحشية على قائد الحركة العمالية عبد الله وجلان. ومن هنا نرى حجز حرية القائد هو حجز حرية الطبقة الكادحة في جميع أنحاء العالم، فلنجعل الأول من أيار محطة كفاحية نضالية ضد هيمنة الحداثة الرأسمالية والمال العالمي المتوحش، واستمرار النضال ضد الظلم والاضطهاد واستغلال الإنسان والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وثائر الشعوب المضطهدة في العيش بحياة حرة وكريمة. في الأول من أيار نؤكد أن الطبقة العاملة في شمال وشرق سوريا سوف ترفع وتيرة النضال بالسبل الديمقراطية نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر وإيكولوجي. عاش الأول من أيار، عاش الطبقة الكادحة. الحرية القائد آبو. اتحاد كادحين في الحسكة 1/5/2021.